احلى عصاير مركزة لاحلى فطار في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم بالخير يا رب. والنهاردة هنعمل مع بعض الصوبيا وقمر الدين. بصوا شكل الصوبيا حلو قوي ازاي، بجد مش هتكلم عنها كتير، لازم تجربوها وتشوفوا طعمها كان حلو قوي ازاي. بمكونات بسيطة هنعمل احلى بودرة صوبيا في البيت. عملت معايا كمية حوالي كيلو وربع من الصوبيا. وتاني حاجة مع بعض هنعمل عصير قمر الدين المركز اللي بينفعنا جدا في خشاف رمضان او في مهلبية قمر الدين او اي حاجة انت عايزة تدخلي فيها قمر الدين. بندخله على طول بالصوص الحلو اللي احنا عاملينه مع بعض ده. الكيس ده بيعمل لي شفشق كبير من قمر الدين. يلا بينا نشوف مقادير الصوبيا مع بعض. اول حاجة معايا 2.5 كوباية من السكر البودرة، هنا حطينا 2 كوباية. ومعايا 1.5 كوباية من جوز الهند المطحون، عليهم نص كوباية السكر طحنتهم مع بعض لحد لما جوز الهند كان ناعم قوي معايا. وكمان نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، وعليهم نص كوباية من اللبن البودرة، وكيس من الفانيليا، ومعايا نص معلقة صغيرة من بودرة جوز الهند او اسمه كاستر جوز الهند، وده بيدينا طعم الصوبيا، بيتباع في اي عطارة، بس نخلي بالنا منكترش عن نص معلقة عشان ما يحدقش معانا في الطعم. هنقلب كل المقادير دي مع بعض كده تقليبة كويسة قوي، وبكده نكون خلصنا مع بعض طريقة الصوبيا. كده عملنا بودرة الصوبيا بكل سهولة. يبقى هنطحن مع بعض كوباية من الجوز الهند عليها نص كوباية من السكر، هيديني 1.5 كوباية من جوز الهند المطحون. هنعمل بقى العصير كده نجربه مع بعض. هنحط معلقة من بودرة الصوبيا على كوباية من اللبن، وبعدين لو حابة تصفيها بتصفيها بيكون افضل. بصوا شكلها حلو قوي ازاي، زي الجاهزة بالظبط ويمكن احلى كمان بجد، وكان طعمها حلو جدا. بس انا زودت نص معلقة تاني من كاستر جوز الهند او بودرة جوز الهند، هي دي اللي بتدينا طعم الصوبيا، بس ما نزودش عن كده عشان ما يحدقش معانا، باكد تاني. وتاني حاجة معايا هي عصير قمر الدين، معايا لفة قمر الدين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. قطعتها واحطها في الحلة اللي احنا هنشتغل فيها، وهنزل عليهم بكوباية ونص من السكر، وهبدأ ان انا ارفع المقادير دي كلها على النار مع بعض. وهنحط عليهم نص كوباية من المية، وهنسيبهم على النار لحد لما يغلوا معانا ويعمل زي عسل كده الشربات بالشكل ده. هنسيبهم كمان يغلوا كده مع بعض شوية زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هنزل عليهم بمية، وهنزل عليهم ب5 كوبايات كبار من المية، يفضل تكون مية مغلية، وهنسيبهم على نار هادية لمدة ساعة. وهبدأ اطفي عليهم، وبعد ما يبردوا هضربهم في الخلاط بالشكل ده. بيطلع معانا الصوص حلو جدا 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 زي ما احنا شايفين. الكيس الصغير اللي انا بملاه ده بيعمل معايا شفشق كبير، بنستخدمه في الخشاف في البلح بيكون حلو قوي، او في مهلبية قمر الدين او اي حاجة انت محتاجة تدخلي فيها قمر الدين بالشكل ده. عملت معايا 7 اكياس حلوين قوي، حجمهم حلو جدا زي ما احنا شايفين. العصير اللي موجود ده عصير الدوم، هنزله الفيديو الجاي ان شاء الله. يبقى احنا كده النهاردة عملنا مع بعض طريقة بودرة الصوبيا زي ما احنا شايفين. عملت معايا 1.4 كيلو من الصوبيا، ده كيلو، والبرطمان الصغير ده كمان فيه 1/4 كيلو من الصوبيا. بجد الكمية حلوة جدا وسهلة قوي، وهتوفر عليكي وقت كتير. الفيديو الجاي هنكمل مع بعض بقية عصاير رمضان. بتطلعي الكيس على طول على لتر من المية. لو استفدتي والفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك اي جديد.